اهلا بكم اعزائي المتابعين وفيديو جديد وحلقه جديده من كريزي كوره. كريزي كوره بتقدم لكم فيديو من امتع اللاعيبه اللي جم على مر التاريخ في كره القدم. بيليه واحد من نجوم المنتخب البرازيلي عبر التاريخ، وبيليه من اشهر اللاعيبه اللي جت في تاريخ كره القدم. بيليه لعب مع سانتوس البرازيلي، كان من ناشئين نادي سانتوس البرازيلي ثم صعد معاهم، قدر يفوز ست بطولات في بطولة برازيلي، قدر يكسب بطولة كوبا ليبرتادوريس مرتين، قدر يكسب بطولة كأس انتر كونتيننتال مرتين مع سانتوس البرازيلي. ثم لعب صعد 17 سنة مع المنتخب البرازيلي، ولعب أول مباراة دولية 1957 مع المنتخب البرازيلي، وقدر يساهم بفوز المنتخب البرازيلي لكأس العالم. فكان إنجاز كبير وقتها إنه لاعب عنده 17 سنة ويشارك في بطولة كبيرة زي كأس العالم، ويقدر يساهم مع فريقه إنه يكسب كأس العالم. المرة الثانية قدر يشارك مع المنتخب البرازيلي واتصاب في أول البطولة، ثم خف وقدر يشارك بعد كده في البطولة ويساهم أيضا في إن المنتخب البرازيلي يفوز بكأس العالم للمرة الثانية الشخصية لبيليه. ثم شارك أيضا مع المنتخب البرازيلي ليفوز للمرة الثالثة، ليتوج بيليه بأكتر لاعب في العالم إنه يساهم في منتخب بلاده إنه يفوز بكأس العالم للمنتخبات. فبيليه لاعب أسطوري. بيليه يعد واحد من أهم نجومه، وفي شكوك حول أهدافه وترهبات إنه أحرز بين 1281 هدف أو من 1363 هدف. ففي لخبطه باهدافه لانه جاب اهداف في مباراه وديه وجاب اهداف في مباراه رسميه. مش دي المشكله، المشكله الكبيره لما تيجي تشوف ارقام بيليه مع المنتخب البرازيلي ومع كمسيرته كلاعب كره قدم. ارقام مذهله يا جماعه. لاعب سجل 92 هاتريك، 92 هاتريك، يعني كل 92 هاتريك يعني 92 مباراة سجل في كل مباراة 3 أهداف. ده رقم كبير جدا. 92 هاتريك بمسيرة بيليه رقم أسطوري. ثم أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم في عام 1958. لاعب أسطوري. لاعب كمان أيضا أصغر لاعب يسجل هدفا في نهائي كأس العالم عنده 17 سنة عام 1958. فبيليه كان لاعب أسطوري. بيليه كان لاعب يستحق إن هو حاليا يكون في مكانة أكبر شعبية. النجوم بتاع زمان دي اتظلمت جدا. الجوائز والتكريمات اللي خدها بيليه، حاز بيليه على العديد من الجوائز الرسمية في كل حاجة. حاز على لاعب القرن من الاتحاد الفيفا لكرة القدم. لاعب القرن، يعني انت متخيل بيليه اخذ بطولة لاعب القرن، فدي بطولة كبيرة جدا. في عام 2000 عطلاله خد لقب رياضي القرن ايضا. فبيليه كان لاعب اسطوري عظيم جدا. الكرة الذهبية خلال مسيرته كلاعب ودخل من الظلم وقتها كان ازاي، بس لما انا اجي اطلع واشوف جوائز واشوف فيديوهات واشوف اهداف بيليه وانجازاته ازاي لاعب لم يحصل على الكرة الذهبية، فاكيد في علامة تعجب. فبيليه يعد واحد من ابرز اللعيبة اللي جم على مر تاريخ كرة القدم.